انت اللي دا شاهد الفيديو هسه، ايش عندك قاعد؟ يلا ادري كنت ناسي، فحاب اذكرك واقول لك قوم اقرا قوم اقرا. السلام عليكم، ياكم اخوكم يوسف من قناة جحدة. طبعا قاعد ونفسية تعبانة، فقلت خلي اسوي لكم مقطع، ونشرت بالمنتدى قلت لكم اسألوني اسئلة اجاوبكم مقطع. فقبل لا نشوف اسئلتكم خلونا لايك، اشتركوا بالقناة وتابعونا على حسابي الانستا والتيك توك اللي على الشاشة. وبس يلا خلينا نبدأ نشوف اسئلتكم. عندنا اول سؤال من بنت تقول ادري اكثر سؤال تكره بس راح اقول انت سني لو شيعي. اخوان هنا وصلنا لنهاية المقطع، كان وياكم يوسف من قناة جحدة، ويلا تشاو. عندنا أول سؤال يقول شنو هدفك بالحياة؟ والله صراحة هدفي بالحياة إني أكون إنسان ناجح وأكون مفيد للمجتمع وما أنشر الكراهية وأكون محبوب بين الناس، وما أريد أسوي شيء اللي يخلي الناس تكرهني بسببه. فبس هذا كل شيء. خلينا نشوف ثاني سؤال، ويقول قد عمرك؟ طبعا أني 17 سنة ومواليد عام 2006، يعني بشهر التاسع بهاي السنة أطول 18 سنة. وشنو المرحلة الدراسية اللي واصل لها؟ أني واصل للثالث متوسط وعندي شهادة الثالث متوسط، بس حاليا أني تارك الدراسة، يعني صار لي أكثر من سنة. وشنو اسمك؟ أنا اسمي يوسف الملقب جحدة. خلينا نشوف السؤال اللي بعده، ويقول هل ندمت على شيء أو فعلته في سنة عام 2022 و23؟ لا الحمد لله ما متندم على أي شيء سويته، لأن هذا بالماضي وخلص انتهى. يعني أي شيء بالماضي ما يحتاج أفكر بيه وأضوج نفسي وليش سويت هالشيء. لا بالعكس خليك متفائل، لأن اللي سويته ما تقدر تعدل عليه، خلاص انتهى. وبس شو تحب تقدم محتوى بالمستقبل؟ والله حاليا أنا محتواي انتقاد وكم فيديو يعني منوع، وأنا سعيد بهالمحتوى. يعني يمكن أبقى بمحتوى الانتقاد، لأن صراحة ما بفكر يعني محتوى ثاني أقدمه لكم، فأثبت على الانتقاد حاليا. وبالمستقبل الله كريم. منو أكثر شخص عزيز عليك بعيدا عن الأم والأب؟ والله ماكو شخص يستحق كل هالحب والاهتمام، وأني مكتفي حبي رب العالمين والوالد والوالدة، والله يحفظ كل أب وأم. هذا السؤال اللي بالبداية ما أعترف به، فننتقل للسؤال الثاني. شنو أكثر أكلة تحبها؟ والله أنا أحب أكلات هواي، منهن الدولمة أو التشريب أو يعني أي أكلة تسويها الوالدة، الأكل يكون طيب. عمو جحدر أنا أحبك، أنت هم تحبني؟ لا غطوه يلا ما يخالف لا شاقة، هو ايش عندي غيركم؟ هسه ما لبسكم واحد. تعال لي خل ابوسك تعال. والله هسه مش قلت ما احبكم ما ادقكم لا لاعب بوبجي من قبل، وماكو شخص هسه ما لاعب بوبجي. اعظم لعبة نزلت بالتاريخ. تخيلوا لعبة موبايل تتفوق على لعبات البي سي والبلاي والاكس بوكس وجميع الاجهزة. بعد تتخيلوا قد هاي اللعبة عظيمة. يعني قد ما احكي لكم عن انجازات لعبة بوبجي ما تخلص. بس حاب اشكر هذا الشخص اللي هو ولحيته كنا ابو شاهين، لان لو مو هو كان ما نزلت هيك لعبة، لان هو اللي صنع هاي اللعبة. عندك اخوان؟ وش كم واحد؟ عندي 5 اخوان. الخامس ولعب واني سادسهم. معي صارت 6 لبرشلونة. لا ما اقصد شيء، ايش بيكم؟ لا ضرجوا نفسكم. لا تغلط ارجوك، سامحني جاي شاقة وياكم، ايش بيكم؟ يعني انا هسه اصغر واحد بيهم. بعمرك سرقت؟ والله اني مستحي يعني اقول لكم اياها انه اني صدق سرقت، بس شنو السرقة بسيطة كانت، فاتمنى الله يغفر لي على هذا الذنب. يعني بشرفك. وهذا سؤال، واكثر اسم تحبه؟ اذا ما قلت فطام اذبحك. هاي معودة على كيف تسالمين. ايش بيك خوفتينا والله، صدق كذب. لا الكعب. والله اخوانا الوضع ما يطمن. فهنا وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى المقطع اليوم عجبكم، خلوا لايك، اشتركوا بالقناة، تابعونا على حساب التيك توك والانستا. وبس كان وياكم يوسف من قناة جحدر، ويلا تشاو.